يا مسا الحلويات يا حلويات، نبدأ الحلقة التانية من عين سحرية. فاكرين الراجل الغريب اللي ظهر فجأة لعادل وقال له لميت حاجتك؟ هنرجع نكمل ويعيد السؤال لعادل، يقول له متوتر ليه؟ بسألك لميت حاجتك؟ هنا عادل كان مرعوب ومش فاهم مين ده، ظابط ولا تبع مين، ويقرب عليه وهو مرعوب ومش بيرد عليه. يكمل كلامه الراجل الغريب ده ويقول له تعبت نفسك ليه؟ انا كنت هلمهم، بس برافو شغلت دماغك. عادل يسأله وهو مرعوب وركبه بتخبط في بعض، انت مين؟ لكن ما يردش عليه ويكمل كلامه عادي ويقول له انا جاي ياخد الكاميرات. يقول له مش انت خدت تمنهم وحقك وصل لك؟ يرد عادل وهو متوتر جدا يقول له مظبوط، وراح عطاله الكاميرات. يقول له كمان طلع موبايلك اكيد مسجل عليه الفيديوهات. قال له مسحهم ده لمصلحتك. وفعلا عادل نفذ كل كلامه اللي بيقوله وقال له كده جدع تمام روح. ويقول له يا باشمهندس يا ريت زي ما مسحت الفيديوهات من موبايلك تمسح اليوم ده من حياتك. طبعا عادل مش فاهم متوتر وسكت ومشى بسرعه. ينزل عادل ويكلم صاحبه بسرعه توحه، يقول له تعالى لي على البيت بسرعه. ويطلع عادل ناصح وعنده نسخة من الفيديوهات دي ويوريها لتوحة. توحة يتصدم، يا نهار اسود ايه الغل اللي في الست دي؟ ويقول له عادل ايه يا لافلي ايه اللي حطك مع الست دي؟ رد عادل هو انا كنت اعرف يا ابني اللي هيحصل ده ولا هتعمل كده؟ انا كنت عايز ملمين يزقوا الدنيا، معرفش انها توصل لكده. يبدأ توحة كصاحب مخلص وجدع يطمن عادل ويقول له انت معاك الفيديو، اي قلق يحصل من الراجل نفضحهم بالفيديو عند الحكومة. قال له عادل ما انا رجلي في الموضوع ده، انا اللي مركب الكاميرات والحارس شافني. يرد عليه توحة اللي شايف كل حاجة بسيطة وسهلة، قال له اخر الموضوع ده ايه؟ سنة عادي. عادل يتجن منه يقول له سنة ايه يا ابني؟ هو انا هقضيها في الجونة؟ ده سجن، مين هيخلي باله على امي واخويا؟ يرد توحة يقول له انا موجود. عادل يقول له يا عم خلي بالك من شنبك بس ده اللي داخل في عيني. توحة يسكت لا يكمل في الافكار ويقول له كلم فايز انت صاحبك. فايز ده صاحب عادل من زمان من ايام المدرسة وهو ظابط، بس عادل يقول له انا ما كلمتوش من زمان، ويوم ما اكلمه اجيب له مصيبة، وبعدين اكيد فايز هيفصل بين الصداقة والشغل ويرفض الفكرة برضه. يكمل توحة يقول له كلمه الظابط ممكن يتوسط لك ويخليها بدل سنة تبقى 6 شهور. عادل هيتشل منه فقال له امشي يا توحة، معرفتك سودة معرفتك سودة. الراجل هيطلع من هدومه. نرجع للراجل الغامض ده وهو بيبص لصورة بنوتة صغيرة اللي هنعرف حكايتها بعدين ويقول لها صباح الفل. يشرب قهوته ويمسك ورق كده زي ورق قضية. نرجع لعادل تاني، تدخل مامته الصبح تصبح عليه وتقول له شكلك ما نمتش كنت طول الليل بتحب، وتضحك وهو يضحك معاها على اللي هو فيه ويقول لها روحي شغلك انتي وانا هعمل فطار ليا والحسن اخوه. يتصل بصاحب الشغل ويقول له ان هو تعبان ومش هيقدر ينزل النهارده وهيبدل الشغل مع زميله. نرجع تاني للراجل الغامض، يروح يقابل دكتورة بسمة، ودكتورة دي نفسية بيتعالج عندها ويحكي لها ان عنده بنت محروم منها من سنين، حتى صورته هي ما تعرفوش وكمان عمرها ما سمعت صوته، بس هو يعرف عنها كل حاجة ومتابع خطواتها. بس كل ما يقرب منها كانت مامتها تمنعه ومش بيقابلها خالص لحد ما كبرت. الدكتورة تقول له طب ما بتحاول تكلمها ليه عشان ما تتدمرش نفسيتها بعد ما فجأة يظهر باباها دلوقتي بعد الاختفاء ده كله. وهو بيتكلم تبقى مش عارف ده راجل طيب ولا راجل شرير وخطر، تبقى مش فاهم. هو معرف نفسه للدكتورة ان اسمه عبد الله، وتقول له الدكتورة بلاش انتقام من الام، الانتقام ده بيزود الالم. في الوقت ده عادل حضر الفطار وعطى اخوه ياكل وعطاله سندوتشات للمدرسة وعطاله فلوس كمان ياخدها مصروف ليه، وقال له عايز اقولك لما ابوك عمل عملته واتسجن عمي قال لي عادل انت الكبير دلوقتي وراجل البيت، وانا كنت اصغر منك دلوقتي بس انا شلت الشيله كلها وكنت مبسوط وبقينا مش ناقصنا حاجه الحمد لله. انت كمان كبرت، انا عشان كده بقول لك الكلام ده عشان انا لو جرالي حاجه هو مين اللي هيشيل الشيله؟ انت. نبهدل امك معانا لما كبرت. سكت حسن قليلا ثم قال خلصت؟ عادل يقول له ايه؟ حسن يعيد الكلام خلصت قد الدنيا يا اخويا ويمشي ويسيبه. في الوقت ده ام عادل في الشغل تبدأ تكح وتتعب ويغمى عليها وتتنقل في المستشفى ويكلموا عادل يلحقها. كان عادل قبل ما يكلموه كان وقتها راح الشغل لمدام مروة يسأل عليها بس ما لقاهاش في المكتب. نزل سأل الحارس قال له معرفش محدش جه. ولما عادل مشى الحارس يكلم الراجل الغامض عبد الله وهو عرفه من الوصف ان هو عادل اللي جه، وقال له لو جالك تاني كلمني على طول. ويظهر عبد الله ده
هو قاعد في مكتب محاماة كبير وينادوه هنا باسم زكي وانه محامي شاطر جدا، ويسأل رئيسه عملت ايه مع مروة يا زكي؟ يقول له مين مروة؟ احنا ما نعرفش مراوي، ما تقلقش. وسأله على بتاع الكاميرات، يقول له برضه ما تقلقش، الملف كله اتقفل. عادل وصل المستشفى لمامته ويسأل الدكتور عن حالتها، يقول له عندها تشمع على الكبد وتليف في الرئة ولازم تتابع مع دكتور تخصص كبد. في الوقت ده حسن كان بيسوق التوك توك وبيركب حد معاه يقعد يكلمه، وبيسحب كيسة محطوطة في سقف التوك توك وينزل. تروح ام عادل في البيت ويقعد معاها نجاة وصاحبتها اللي في الشغل، وامه تسأل عادل هي عبير سألت عليا؟ قال لها اه طبعا وهتبقى تكلمك. ترد نجاة تقول له ايوه طبعا لازم تكلمها. يقول لها بالتقصول يا نجاة اول مره تطلق جاز في المكان الصح. وتضحك ام عادل تقول له حسن فين؟ عادل يتصل بيه يكون حسن لسه بيسوق التوك توك ويركب معاه برضه واحد تاني وبرضه يسحب كيس من السقف. حسن يرد على عادل ويقول له انا رايح الدرس دلوقتي ويقفل معاه، لكن المره دي هو شاف الراجل وهو بيسحب حاجه من السقف وتطلع مخدرات. عادل في البيت يجيله تليفون زكي المحامي يقول له هستناك نتعشى مع بعض الساعة 9. يقول له بمناسبة ايه؟ زكي ما يردش كالعادة ويكمل ما تتأخرش يا عادل بصوت حازم جدا. يقابل زكي عادل ويقعد ياكل ويقول له عادل يقول له يا باشا انت طبعا مدام مروة دي مفهومة، بس انت مش حكومة، عشان لو انت حكومة كان زماننا مش قاعدين كده، فقول لي من الاخر عايز مني ايه؟ زكي يقول له عايز تشتغل معايا. عادل يقول له في ايه؟ يقول له زكي في المنفعة العامة. قال له هنصور الناس الفاسدة، هنحط لهم عين سحرية تعد عليهم أنفاسهم، انت تصور وبعدين نذيع وبعدين نفضحهم ونحقق العدالة. قال له عادل عدالة ايه؟ هو في اي حاجة قانوني من اللي انت بتقولها دي؟ قال له زكي يعني اللي انت عملته مع مدام مروة ده كان قانوني؟ قال له في فرق بين العدالة والقانون وانا هحقق العدالة. رفض عادل طبعا وقال له مش هصور حد تاني مهما حصل، ومشى وسابه. نشوف عم زكي وهو بيساعد حد كبير محتاج في الشارع ويديله من الاكل زي اللي كان بياكل منه. مش بقولكوا هيجننا شوية يطلع طيب وشوية يطلع شرير. حسن يقابل صاحبه ويفهمه موضوع المخدرات ويقول حسن لصاحبه احنا هنرجع كل حاجة وهناخد نصيبنا بتاع التوصيل 3 أكياس كل واحد، ولو حد عرف هيقول اكيد من صبيانه الرجالة اللي معاه، لكن احنا عيال صغيرين. نرجع لعم زكي تاني يوم وهو بيساعد اللي شغال معاه اللي كان بيقصله شعره وبيقول له يعمل ايه عشان يساعد اخته تتطلق. وتظهر شفيقة واحدة برضو مساعدة لعم زكي كانت بتحضر الفطار وبتفخم في عم زكي جدا وشكلهم بيحبوه جدا. ويظهر ان عم زكي طيب مع مساعدينه ويكلم شفيقة ان تتجوز طه اللي كان بيحلق له شعره. قالت له لا طبعا ما تجوزش ده بعد جوزي الله يرحمه. عادل راح يتابع مع دكتور تخصص الكبد عشان مامته وعشان يبدأ معاها العلاج، ويقول له لازم توقف الشغل لان الشغل اللي بتشتغله كان في مكان صباغة أقمشة، وقالوا يبقى هو ده السبب في حالتها وما ينفعش تتعرض للحاجات الكيماوية دي تاني، وهتحتاج على طول علاج طول عمرها، والعلاج ده للأسف غالي. ونشوف عم زكي في المحكمة قاعد ورا بيقول كل المرافعة في سره واللي حفظها للبنت المحامية المبتدئة في المكتب. نرجع لعادل يسمع الفويس لدكتورة أسماء بتسأل عنه ويقول لها لو موجودة في العيادة هعدي عليكي. يلاقي مامته جاية بتنظف يرفض عادل ويقول لها تقعد ما تعملش حاجة. يوصل عادل للدكتورة أسماء تسأله أكل الدراي فود خلص؟ قال لها خلاص ملوش لازمة بقى، قصدي لسه مخلص. ويتفقوا ياكلوا سندوتشات تونة جنب العيادة ويتعرفوا على بعض أكتر. يقول لها انت بقى دكتورة بيطرية سبب ايه؟ كان المجموع يعني ولا انت من صغيرة بتحبي الحيوانات؟ قالت له انا اصلا جايبه 99%، يعني كان ممكن ادخل طب قصر عيني، لكن انا بحب التعامل مع الحيوانات لانهم اصدق. قال لها ما الناس تعبانه وصادقه برضه. قالت له طيب هسألك سؤال وترد بصراحة. قالت له انت عامل ايه؟ سكت لحظات وقال لها انا كويس مفيش حد احسن مني. قالت له شفت قلت كويس وانت مش كويس ولا حاجة ومخبي بلاوي سودا. يغير الموضوع ويقول لها هي فين التونة؟ نروح لعادل في الشغل في محل دهب ويغير الكاميرات، وحسن كان جاي يقابله وياخد فلوس منه ويشوف الجواهرجي بيطلع مجموعة غوايش ويتجن عليها حسن. يكمل عادل تركيب الكاميرات وحسن يمشي وفجأة الجواهرجي يقول له الغويشة فين اللي كانت هنا؟
عادل مصدوم وشك في اخوه حسن، لكن طبعا سكت وقال له معرفش، ما شفتش حاجه، وراح القسم وبلغ عنه الراجل، وفعلا عمل له محضر واتقبض عليه، وقال له انت كنت فاصل الكاميرات مخصوص عشان تسرق الحاجات دي، ما هو يا انت يا الراجل الولد اللي جه تبعك. يتقبض على عادل وفجاه يلاقي عم زكي ويقول له انت بتعمل ايه يا عادل هنا، وبعدين يكلمه بشويش من غير ما حد يسمع ويفهمه ان هو اللي عمل كده، ويقدر يطلعه تاني من هنا لو وافق يبقى معاه. قال له معايا ولا مع نفسك؟ راح عادل رد عليه قال له مع ربنا. قال له تمام، ربنا يتولاك، وسابه ومشى. وكده الحلقة التانية خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك بالقناة عشان تتابع كل الحلقات اللي بتنزل.